دلوقتي انا جايلكوا بسر من الاسرار. ازاي تزرع برتقان يبقى شجر برتقان من البذر. اول طريقة تعملها انك تجيب البذر وتبدأ تنشفه الاول بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي حوالي ساعتين، تسيبه برا البرتقانة. تمام. بعد كده تبدأ انك تجيب برطمان تكون مخرمه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. ادي واحد، ادي اتنين، ادي ثلاثة. اهم حاجة كله يبقى مخرم بالشكل اللي انتوا شايفينه. وازاي دلوقتي اوريكم ازاي تزرعوها بشكل صحيح ومية في المية. خليكم معايا. دلوقتي احنا زي ما انتوا شايفين البذرة اهي قدامكم، بذر برتقال. اوريكم ازاي تزرعوها. تمسكوا اول حاجة، اول طريقة تعملوها تجيبوا تربة تكون طينة مع رمل بالشكل اللي انتوا شايفينه، وتبدأ تعبي الحقائق لأي حاجة تزرع فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. حاول بس متكبسهاش، تظبط بس الرملة، تظبطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي نبدأ تاني هام، نبدأ نجيب مية ونبدأ نبل التربة كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى بعد ما بلينا التربة نبدأ نعدلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما ظبطنا هنا التربة تمام، اهم حاجة بقى ما تعرضهاش الى الشمس ولا اي حاجة تكون حرة. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبدأ بقى نجيب البذر. تمام. تحط في كل واحدة 3، واحدة 3، واحدة 3 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. في كل واحدة ايه 3، واحدة 2 عشان ده صغير خليها 2 بس بالشكل اللي انتوا شايفينه. تبدأ بقى ايه بعقلة صباعك كده، العقلة على قد العقلة متغرزهاش لتحت عشان تساعد على تخدير، على قد العقلة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. بالشكل الطبيعي اللي انتوا شايفينه عشان تقدر تساعد على النمو الخضري بشكل طبيعي. وتبدأ ايه بقى تغطي عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد ما غطيناهم تمام، نبدأ نروي التربة كويس، نديها بشكل طبيعي، نعبيها على الاخر. طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مش كل يوم على الحال ده، لا، احنا كل يوم هنسقي التربة، كل يوم هنسقيها، بس مش نفس كده، تبقى رشة بسيطة عشان ما تعفنش تعملش عفن جدري. كل يوم اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس مش تعبيها كده، لا، بشكل غير كده تاني. طبعا في كذا طريقة انا عملتها على زراعة البرتقال. طبعا في كذا طريقة عملتها قبل كده بس بشكل غير ده. احنا دلوقتي جيت لكم الدور ده بسر من الاسرار. الطريقة اللي انتوا شايفينه ده اهم حاجة البذور تبدأ تسيبوها في الشمس مدة ساعتين عشان تنشف بشكل طبيعي، وتحطوا ده في حتة ولا تكون ظل ولا تكون شمس. حطوا دي كده، ولا حتة تكون ظل ولا حتة تكون شمس. وما تنسوش انكم تخرموها من تحت عشان تبدأ تطرد المية الزيادة بشكل طبيعي. تمام. ولو انتوا عايزين تشوفوا التجربة التانية ان شاء الله عجبت كل الناس وهتعجبكم، اللي يدخل يشوف عليها ان شاء الله يشوفها ناحية البرتقانة وتحطها ويا البرتقانة هتخضر، بس دي طريقة تانية. تمام. لو جاي استفسار ابعتلي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله.